بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناتكم قناه حشاد الكترونيك. النهارده معانا شاشه كمبيوتر اتش بي 26 بوصه. الشاشه دي جايه فاصله اضاءه خالص. اللمبات بتاعتها بايظه زي ما احنا هنشوف. بعد الفاصل كده هنشوف هنعمل ايه وهنحولها ازاي الى ال اي دي. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني، واول حاجة بنعملها في الحالات اللي زي كده، طبعا انا فكيت كل حاجة وجهزت كل حاجة عشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل عليكم. طبعا خد بالك، انا من مصلحتي ان يكون الفيديو طويل وانك تتفرج بقى عليه عدد ساعات يعني ونعمل فلوس وكده، بس الحمد لله يعني انا فاكك اهوت عشان ما يبقاش وقت الفيديو عليك طويل وتزهق مني. اول حاجه بنعملها في الحالات اللي زي كده ان احنا بنرفع حمايه اي سي الانفرتر. يعني ايه نرفع الحمايه؟ ولو عايزيننا نعمل فيديو مخصوص عن رفع الحمايه والطرق بتاعتها وبنرفع ليه والفروقات وكل حاجه تخص الحمايه، يا ريت نتفاعل ونكتب في التعليقات. فبنرفع حمايه عن اي سي الانفرتر، لان الانفرتر هنا مدمج في كارتة الباور. فبنرفع الحماية الاي سي اللي معانا دوت. رافع الحماية بتاعته رجل رقم 3 بمقاومة 10 كيلو مع الارضي. فاحنا كده رفعنا الحماية خلاص. هنركن بقى دلوقتي الباور والمين على جنب كده، وهنيجي لهنا. هنا انا فكيت البانل وفكيت الفلاتر وفكيت العاكس وفكيت الاكريليك وكل حاجة. صفصفت معانا على حتة الالومنيوم دي بس. اللمبات ادي جنب مكسور واللمبات جوه، فطبيعي ان احنا بنشيل اللمبات دي خالص بالراحة كده. بنحاول نشيلها. ادي اللمبات اهي مكسورة، فطبيعي هيبقى عندنا مشكلة في الاضاءة. تمام. اللمبة التانية اهي، دي خلاص هنشيلها خالص. اللمبة التانية اهي، او لمبتين تانيين. طبعا الشاشة كبيرة، يبقى في اتنين فوق واتنين تحت. لازم نفك السلك بتاعها كله، فبيبقى فيه اللزق الاسود ده كده. وادي الاسلاك. لازم عشان نعرف نطلعها. هي طبعا بايظة يعني، بس على اساس ان لو قابلك لمبة سليمة شيلها، ممكن تنفع معاك في شاشة تانية. كده حررنا السلك بتاعها بالشكل ده. كده بيتبقى عندنا اللمبات بالراحة كده بنسحبها بره. تبقى متثبتة بزي حتة كاوتش كده، اللي هي اللي ماسكاها من الكعب ده والكعب ده كده. طلعت شكلا سليمة، انما موضوعا هي بايظة، فهنشيلها. اصبح معانا كده البودي بتاعنا او الجسم بتاعنا فاضي خالص اهو. طب هنعدل بايه؟ في المساطر دي او ليدات الإيدج دي بتتباع جاهزة كده. في منها الطويلة وفي منها القصيرة، بالدرايفر بتاعها بيبقوا اتنين. عايز انت تركب واحدة منهم بس بتركب واحدة، عايز تركب الاتنين بتركب الاتنين. شاشة كبيرة زي كده ممكن احطها كاملة، شاشة صغيرة فمحتاج اقصر من الطول دوت. بيبقى عندك كل 3 أو 4 لدات، كل 3 لدات هما ادي 1 2 3 في مكان اكثر منه، 1 2 3 مكان اكثر منه، وهكذا. يعني اشوف الطول بتاعي
هقيس الطول مثلا ده اللي انا عايزه، هكسر من هنا، اشوف اقرب نقطة للكسر وهكسر من عندها. في الحالة بتاعتنا ديت احنا تقريبا عايزينها كلها بتقيس انت كده اهو. ثواني هقول لك بتقيس ازاي. هنفك فردة بس منهم. انا هنا اللي عامل لها الدبل فيس دوت عشان الزقها تحت، مش هنسيبها طبعا عايمة، يعني بيبقى ليها اتجاه كده، فلازم يبقى الاسود ده جوه. وبنشوف لو في طول تاني بره، تمام مفيش خلاص. هنا انا هشيل منها عقلة واحدة اللي هم التلاتة دول. بص بالشكل ده كده بكسر كده اهو، بس خلاص هي كده اتكسرت. هقص الدبل فيس اللي انا عامله ده، بس خلاص انا خدت الطول المناسب بتاعي بالشكل ده كده. المفروض ان انا الزقها جوه في التجويف ده والزقها جوه في التجويف ده. فبالراحة كده هنبص جوه لو في اي حاجة عايزة تنضف فيه. مفيش. هنيجي على الدبل فيس ده بالراحة كده نشيله. وهنسقط دي بالراحة جوه، بحيث انها تبقى متوسطنة لا يمين قوي ولا شمال قوي. وبأي حاجة كده هنضغط عليها بحيث ان احنا نثبتها جوه، وليكن مثلا بالمفك كده بالراحة عشان الدبل فيس يلزق بس. كده ثبتنا اول واحدة. كده ركبت وثبت خلاص تمام بالدبل فيس فوق وتحت. هنبدأ نقفل، نرجع بقى الاكريليك ونرجع كل حاجة مكانها. اول طبقة عندنا اللي هي طبقة العاكس دي. كده وبعدين طبقة الاكريليك. طبعا كل حاجة وليها عدلة. كده هكمل تقفيل بقى كده وارجع لكم اوريكم الوضع النهائي ايه، وبعدين نشوف هنركب الدرايفر ده ازاي.
انا كده قفلت كل حاجة، والباور والمين جاهزين معايا. انا طبعا يعني جريت الفيديو الحبة اللي فاتوا دول كلهم عشان اخواتنا المبتدئين يتعلموا ان كل خطوة بنعملها لازم نرجع نأكد عليها تاني. فانا الحمد لله عملت الكلام ده كتير، بس لازم برضو اكني لسه بتعلم كل خطوة اعملها وارجع اعيدها اتأكد عليها وهكذا. وتمام، فانا كده اهوت بظبط دنيتي. وبعدين نيجي بقى للدرايفر ده. الدرايفر دوت عبارة عن مدخلين اهمت، ويعني مكانين للليدات وسوكت للتوصيل. ممكن لو انا محتاج الشاشة اللي معايا احتاج اوصل لها جنب واحد بس، تمام، اوصل جنب واحد بس والتاني مش هوصله. لو محتاج الاتنين هوصل الاتنين. زي ما قلت لك، محتاج تقصر هتقصر، محتاج الطول كله هتعمل الطول كله بتاع مسطرة الإدج التعديل دي. اتبقى معايا التلات اطراف دول اهم. تلات اطراف دول اللي على الشمال دوت او اللي من الناحية ديت بيبقى احمر في اسود، دوت طرف الفي سي سي، بياخد معانا من 12 ل 24 فولت. وبعدين الطرف اللي في النص اللي هو الاحمر دوت، ده بيبقى نبضة الاون اللي بتشغل اللي بتشغل المساطر بتاعة الليدات او بتاعة الاتش. الطرف اللي على الشمال ده بيبقى طرف ارضي. فهنجهز اهوت، انا مجهز اسف حاجة هيت هعديها طبعا من مكان هنا بتاع الاتش القديم او بتاع اللمبات القديمة، لان انا هثبت ده بره مش هثبته جوه. ومعايا الاطراف اهي. عندي هنا مكثف عليه ال 24 فولت بتاعتنا، هندي طرف الموجب على ال 24 وطرف السالب على سالب المكثف. تعامل مع كل حاجة بحرص شديد. ادي موجب المكثف، ركبت عليه الموجب بتاع الدرايفر، وادي السالب بتاع المكثف هتركب عليه السالب بتاع الدرايفر او الارضي زي ما احنا بنسميه الشكل ده. وبعدين عندي على السوكت هنا اللي هو موصل للمين بورد طرف اسمه باك لايت انيبل، اللي هو قسته بالصفارة اهو عشان يبقى كل حاجة قدامك. عندي طرف هنا اللي هو رقم 3 مكتوب عليه باك لايت انيبل. هدور في الاطراف دي هلاقي ان هو الطرف ده الطرف التاني من ناحيتي، يبقى التالت من هنا اللي هو باك لايت انيبل مع الطرف التاني من هنا. اللي قبل منه دوت الديمنج بتاعه مش عايزينه، احنا عايزين طرف الانيبل اللي هو هيدي نبضة الاون لتشغيل الباك لايت. هنوصل له الطرف الاوسط. انا مجهز نقطة لحام هنا اهي، هنوصل عليها الطرف الاوسط في الدرايفر بتاعنا اللي هو السلك اللي لونه احمر. كده انا وصلت وجاهز للتقفيل النهائي. الشكل ده كده، وبالراحة هنقفل السوكت بتاع البانل، سوكت ال LVDS. بسم الله ما شاء الله. شاشة ال HB اهي، صورة ما شاء الله ورا اروع. وبعدين بنحضر كورس بانل اهوت، حضر الورق بتاع كورس البانل. ادعوا لنا بس بالتوفيق والتسهيل. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.